مشينا بيخن خزيان مخبق وخلقت ختا من خرزة شوعة من هضرة اديهم مدير اخلخا قنطر مردود صنايع اطرايا كتب هواية لقرش درعنا دكتاوى الدكتور آمر الجميلي بوش نعمم. مقيم لا قنطرون مردوطنايا آتورايا خاخوباطا زوياخا بوتقرش درانا دكتاوى خاتا اتخدشمة معجم البلدان في النصوص المسمارية كونش أطرواكا اتخيرة وتخاخي صصاية اتبشلكتيوة بيد دكتور عامر الجميلي خامن يصيبه التشقيتا آتوريتا وآها إيواع الآوانة أتحمرابي بهدرطت مشتقلان الشلطان وشت آسي وهر هذا قب وطوكاسي بيناية ومردنة وكنشا من كل دوكانة. السيدات والسادة أعضاء هذا التجمع العلمي المحترمون مع حفظ الألقاب والمسميات، الحضور الكريم، أصدقائي وعائلتي، يسعدني ويشرفني وجودكم معي اليوم في لحظة مميزة جدا، لحظة ولادة كتابي الجديد معجم البلدان في النصوص المسمارية. حضوركم هو الداعم الأول والأساسي لنجاح هذا العمل. كل الشكر والتقدير لكل من ساندني ولكل من آمن بكلماتي ولكل من شاركني فرحة هذا اليوم. أتمنى أن يجد هذا الكتاب مكانا في قلوبكم وعقولكم قبل مكتباتكم. شكرا لكم من القلب. والآن اسمحوا لي أن أقدم هذه الكلمة التعريفية لكتابي معجم البلدان في النصوص المسمارية. حقيقة تعود فكرة تأليف هذا المعجم إلى مرحلة سني دراستي للدكتوراه عام 2005 ميلادية، عندما عقدت فصلا عن قوائم الثبت الجغرافية المدونة بالكتابة المسمارية. وصلتنا من نصوص مسمارية سومرية وبابلية وآشورية من حواضر أثرية مختلفة، من أور، من الوركاء، من آشور، من مكتبة آشور بانيبال، من تل حرمل شرق بغداد، يعني من مناطق كثيرة فيها أسماء المقاطعات. بالنسبة للآشوريين كانت مقاطعاتهم الأكثر بالألف الأول قبل الميلاد، تمتد من يعني من مركز، ولو يركزون على بابل أوردوها قبل كل شيء، قبل آشور، قبل نينوى، قبل دور شروكين، قبل كلخو، ثم يبدأون يسردون إلى وصولا إلى مصر، امتدادا طبعا أكيد شمال الجزيرة العربية، كل بلاد الشام، جنوب شرق تركيا جميعا، عيلان، هذه كلها تعتبر مقاطعات آشورية، 118 مقاطعة. لكن قراء المسماريات المآخذ اللي عليهم يكتب مثلا أنه كلخو حاليا تعرف بالنمرود، يكتب مثلا تل قوينجق أو تل النبي يونس، يكتب حاليا أو نينوى يكتب حاليا تل قوينجق أو النبي يونس. غيرها من المواضع القرى يكتب النون مجهولة. فهذا الحقيقة هو يعني حفزني، فوجدت تلك القوائم التي اطلع العديد من الباحثين نسميهم أسيريولوجيست اللي هم قراء المسماريات، ضربوا صرف يعني صفحا عن ما ورد في النصوص في المصادر السريانية، وكذلك ما ورد في المصادر العبرية، وما ورد في البلدانيات الجغرافية كياقوت الحموي وغيره. ما وصلنا عبر النصوص المسمارية من صيغة لقرية أو بلدة أو بحر أو نهر أو جبل بالضبط يقابله في المصادر السريانية عند توما المرجي، عند ميخائيل الكبير، عند ابن العبري، وكذلك ما ورد في التلمود البابلي المؤلف من 20 مجلدا. كما تعلمون التلمود البابلي نتاج الفرات، يعني كتب في بابل وكتب في عانة وغيرها من بلاد بابل. يعني استفزني هذا العمل، فبدأت من 2006 تقريبا برحلات إلى سوريا تقريبا قبل الحرب، على الكلام 2006. زرت كل المواقع، يعني لو تسنى لي أن الذهاب إلى يعني هذه منطقة جنوب شرق تركيا، هكاري أيضا لما توانيت عن زيارتها. مع ذلك كتبت بحثا عن خبخو اللي هي زاخو وسندي و80 قرية إلى اليوم تحمل الاسم الذي ورد في النصوص المسمارية.
في الحقيقة تقف وراء هذه الغموض يعني بمحاولة تحقيق عوامل وأسباب عديدة، منها عدم توفر المعطيات المناسبة مع الترشيح والمقابلة وغيرها. فتنامت الفكرة لدي خصوصا بعد ولعي بولوج باب التحقيقات البلدانية، حيث قمت بمتابعة وتقصي تلك المواضع وصيغتها الواردة في النصوص المسمارية، ومحاولة الاطلاع على القرائن التي ذكرها النص المسماري من قبيل ذكر المسافات أو وقوعها على ضفة نهر أو ساحل البحر أو جزيرة في عرض البحر أو واحة في عمق الصحراء أو قربها من مدينة بلدة ومدينة معينة أو عائديتها إلى مضارب قبيلة ما. حتى القبائل ذكرتها لنا النصوص المسمارية. ثم تابعت تلك الأدلة بالذهاب إلى مصادر جغرافية وأدبية وتاريخية من مصادر عبرية وسريانية وعربية وغيرها من فترة العصور الوسطى التي تلت وعقبت العصور القديمة، فتوصلت إلى كم أزعم أنه ليس بالقليل من تشخيص وترشيح ومطابقة تلك المواضع الجغرافية من خلال تخريجات لغوية أو استدلالات موضعية أفضت إلى تقابل تام أو شبه تام مع تلك المواضع مجهولة الهوية من تلك التي لم يستطع بعض الباحثين من ذوي العلاقة بالقراءات المسمارية أو الجغرافيا التاريخية إلى الوصول إلى حقيقة مكانها الحالي، لأنهم ضربوا صفحا كما ذكرت وأسلفت عن تلك المصادر وأغفلوا دورها الغني ولم يعيروا أهمية، بل لم يكترثوا بها أصلا، وهي تسخر بالمعارف التاريخية والجغرافية وشكلت ما يشبه بالجسر الرابط، دائما نسميه قشرة، يعني هاي المصادر السريانية بين المصادر السريانية الآشورية والعصور الساسانية والعربية التي وصلتنا عن طريق ياقوت الحموي وغيره، وهي تسخر بالمعارف التاريخية والجغرافية وشكلت كما ذكرت بعد المهم هذه العصور المتعاقبة لمعرفتنا المعاصرة بعد أفول العصور القديمة وانصرامها، وقد وضعت علامة نجمة أمام كل موضع أعتقد أنه من اكتشافاتي وتحقيقي ولا فخر. كما أثبتت أخطاء كثير من قراء المسماريات الغربيين المتخصصين بالجغرافيا التاريخية في ترشيحهم لمواقع مدن آشورية وخطل ما ذهبوا إليه، كما في حالة الباحث ووترمان. اسمعوا ووترمان ماذا يقول، الذي رأى أن مدينة أديو أو مدينة أدية اللي هي مدينة من العصر الآشوري الوسيط، شوف هو يقرب أدية من الشيخ عادي، علما أن بيناتهم 2500 سنة، يعني عندما كانت هذه المدينة آشورية سيولد بعدها ب 2500 سنة الشيخ عدي بن مسافر الأموي الذي جاء من بعلبك من بيت فار عفوا إلى لالش، أو بالبداية إلى سنجار ثم إلى لالش عين سفني. فهو يقول أن مدينة أدية ما هي إلا موقع الشيخ عادي في لالش. طبعا يعني هذه وعبرت إلى اليوم أطلس هلسنكي في عام 2000 سايمون باركولا عادي أو أدية يكتب مقابلها الشيخ عدي، يعني كارثة طبعا كارثة. ما يقال عن مدينة أدية يصدق عن حالة كاميلخو التي وردت في نص مسماري من أدب الرحلات من نهاية العصر البابلي القديم وبداية العصر الكشي، الاحتلال الكشي لبلاد بابل. هذه الرحلة انطلقت من لارسا في جنوب بلاد الرافدين يعني تنتهي إلى مدينة اللي هي إيمار، حاليا يسمى مسكنة أو أسكي مسكنة. بطريق العودة طبعا هي تأخروا بها تقريبا 4 شهور. هاي الرحلة تعرفون قبل كانت كلها على أجلكم الله عبر الحمير، وبالنسبة بالرجعة عبر الأكلاك والقوارب. الباحث الألماني هالو أحد قراء ومحققي هذه النص المسماري، وسبقه طبعا أيضا البريخت جوتزا الألماني، قال إن هذه كاميلخو التي يعني بعد اسكيموس راح تصير يعني حتى يعبر يعني كلخو، مع العلم كلخو ما انبنت لأن بعد ستبنى بعد هذه الرحلة ب400 عام. فقال لأن عجز عن مطابقة ما يوافقها حاليا، فقال يبدو أن كاميلخو هي الاسم الأقدم والقديم لكلخو العاصمة الآشورية اللي نعرفها اليوم يعني بنمرود، لكن ما انتبه أن هناك 400 سنة بين بناء كلخو على يد شلمنصر الأول خلينا نقول قبل آشور ناصر بال الثاني. لكن أنا وجدت في كتاب توما المرجي كتاب الرؤساء لتوما المرجي يذكرها
من بين القرى والمراعيث التي تنازل عنها مار عمو لمار نرساي، وذكرها هاي المناطق كلها بحدياب تقع. يقول فيذكر أيضا كم ليخو أو كم لولوخي تنازلت عنها إلى مار، يعني هو يتنازل عن المار النرساي. فحاليا طابقتها مع كرد كليخة ضمن ناحية القراج في قضاء مخمور. هذه طبعا اليوم يسكنوها عرب من طيب. كذلك من ضمن الأخطاء التي وقع بها قراء المسماريات مدينة صاديداني أو زاديداني، هذه اللي ستعرف فيما بعد بالسرياني بالمصادر السريانية بصندودة. بعدين سيزورها الإمام علي بعد عودته من صفين معركته مع معاوية، فسيصلي فيها. ستبقى يعني صيغتها الآشورية صاديداني صندودة بالسرياني، لكن بعد ذلك أصبحت لين زارها الإمام علي وصلى بها العصر في هذول العرب الفاتحين اللي جو من الأنصار، فأصبح يطلق عليها مشهد علي أو مشهد صندودة، ثم تلاها بعد ذلك مشهد صندودة، وبعد ذلك سميت بالمشاهد. من وصل للمستشرق التشيكوسلوفاكي ألوا موسيل ما وجد صندودة، وجد مشاهد، فما يعرف أنه أكو قبلها يعني أدوار حضارية. سماها يعني طابقة مع المجددة قرب عانة، في حين بيناتهم هي أقرب إلى الرمادي وإلى طريق بغداد. هذا أيضا صححت له من ضمن الأخطاء. لم ينتبهوا كذلك قراء المسماريات إلى التغييرات الديموغرافية التي أحدثها كل من العثمانيين في آلاف القرى الأرمنية والآشورية في جنوب شرق تركيا، وحتى البلدان العربية في سوريا والعراق، يعني مثلا يعرنجة وغيرها. هاي التسميات اللي تنتهي ما انتبهوا لها أيضا، وهي وردت بالنصوص المسمارية بصيغتها الآشورية أو البابلية. فيعني فاتهم هذا الشيء. التغييرات الديموغرافية التي أجراها أيضا الصفويون والقاجاريون، مثل أورميا اليوم نعرفها، رضائية وغيرها من التسميات. كل هذه الحال أن هذا المعجم أيضا كانت مادته الرئيسية التي استقل باحث جل تلك المواضع هو السفر المهم والشهير المعروف بصيغة التراث الجغرافي في النصوص المسمارية، اختصارا نعرف نسميه RGTC، 18 مجلد تقريبا. أيضا أكيد مصادر أخرى، أطالس، زياراتي الميدانية، يعني أنا ما أكتب عن شيء إذا ما أزور أشوف كسرة الفخار، أشوف كوينز. طبعا بما أن النصوص مسمارية ما راح أشوف كوينز يعني أكيد مسكوكات، راح أشوف فخار آشوري. إذا أكو نقوش فبها، إن ما يعني إذا ما شفت أكيد راح أشوف آجر مكتوب مثلا مدينة كلخو دورشلوكي، غير لا من القرى اللي غير معروفة. طبعا التسلسل اللي اتبعته نفس التسلسل لسلسلة RGTC. بدأتها بالعصر السرجوني الأكدي وليس الآشوري، ثم يعني قبل السرجوني ثم السرجوني، ثم تبعته بعصر سلالة أور ثلاثة السومرية، ثم يعني المواقع الجغرافية التي وردتنا في النصوص الآشوري الإبلائية، باعتبار إبلاء اللي هو تقع في سوريا قرب اللاذقية، وكذلك نصوص نوزي اللي في كركوك أو الرابخة، فنصوص العيلامية الفارسية أيضا هم يعني أخذوا تبنوا الكتابة المسمارية من السومريين والأكديين. كذلك كتابة مملكة أوغاريت اللي هي موجودة أيضا قرب هذيك قرب إدلب، وهذه قرب اللاذقية. ثم نصوص العصر الآشوري القديم فالوسيط فالحديث، فالنصوص البابلية القديمة والوسيطة والحديثة، وبعض الكتابات التي تعاصرها في بلاد الشام. ثم اختتمتها بالنصوص البابلية الحديثة اللي نسميها الكلدية، وما عقبتها من إخمينية وسلوقية. هنا إلى السلوقية راح تنتهي الكتابة المسمارية، لأن أول نص مسماري 3500 في الوركاء، وآخر نص مسماري في الوركاء، لكن كان في الفترة السلوقية التي من خلفاء الإسكندر المقدوني. من بين 6000 موقع تمكنت من مطابقة 250 موقع أنا اكتشفتها، يعني ما اكتشفها لا باربولا ولا بوزجيت ولا باربولا ولا يعني غيرهم من قراء المسماريات. تتوزع تلك المواقع الجغرافية اليوم
على مناطق بلاد الرافدين، يعني كل عراق ساكس بيكو، وبلاد علام اللي هي نعرفها اليوم جنوب غرب إيران، الأحواز أو ما تسمى، أو حتى نقول نصف إيران، وبلاد الأناضول اللي هي اليوم تعرف بتركيا، وأكيد جنوب شرق تركيا يعني هكاري وغيرها، بلاد الشام أو سوريا الكبرى اللي هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، أذربيجان كانت لها أيضا حصة، وأرمينيا من نصوص الأورارتية. كذلك عندما مد نفوذه الملكين أسرحدون وأشوربانيبال وضم مصر أو وادي النيل، وردتنا أيضا 71 قرية وبلدة من مصر في كتابات أشوربانيبال وأبيه أسرحدون. حتى شمال الجزيرة العربية لم تغب عن الكتابات المسمارية، فذكرت يثرب وفدك وتيماء وغيرها، ومن مدن الخليج العربي أيضا اللي هي البحرين دلمون والكويت وغيرها، بيت قطراية أكيد لما راح تجي قطر. تكمن أهمية هذا المعجم أنه يقدم مادة جغرافية جاهزة وتحديد المواضع الجغرافية بعينها لقراء المسماريات والمؤرخين والآثاريين والجغرافيين هذا المستفيدين منها، يعني تقريبا اللي راح تصدر لهم أو يتصدون لها، والباحثين أو اللي راح تستهدفهم هذا المعجم، والمحققين في تاريخ الشرق الأدنى القديم لما فيها منطقة الهلال الخصيب على وجه الخصوص، إذ قلما يخلو رقيم طيني أو حجري قيد الدراسة من وجود مواقع جغرافية بين ثنايا سطورية. ولم يصدر فيما أعلم حتى اليوم، ما صدر أي معجم للنصوص المسمارية نتاج عربي يجمع فيه شتات المواضع الجغرافية الواردة في النصوص المسمارية في مصنف واحد. لذا أزعم وأحسب أن هذا المعجم سيغني المكتبة العربية الأثرية والتاريخية والجغرافية. كتبته بالحرف العربي وبنظام الرومنة رومانيزيشن اللي معتمدته الأمم المتحدة. نكتب بالحروف التي مثلا بها طاء أكدي آشوري أو خاء آشوري أو صاد آشوري، فنعطي هاي الحروف اللاتينية اللي المستشرقين تدعون لنا إياها، يعني ممكن يقراها غير العربي. الحقيقة أيضا سيسهم هذا المعجم بسد ثغرة معرفية في مجال علم جغرافيا المدن، ويفيد حتى الباحثين في العاملين في أدب الرحلات. قبل الختام لا يسعني في هذا الحفل إلا أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان للسيد جوني صبري الصناطي لجهوده ومساهمته في إبراز الوجه الساطع والصورة المشرقة للحضارة الرافدينية القديمة ودعمه لنشر هذا المعجم على نفقته الخاصة. الشكر موصول كذلك للأستاذ المهندس رابي والسياسي المناضل وعضو مجلس النواب العراقي السابق رابي ولاد مكنة لمؤازرته ودعمه اللامحدود كي يرى هذا المعجم النور ويجد طريقه إلى القراء. كذلك لا يفوتني شكر المركز الثقافي الآشوري في دهوك راعي هذا الحفل الكريم. والآن اسمحوا لي أن باختصار إيراد الإحصائية بالدول والبلدان التي ورد ذكرها في النصوص المسمارية في هذا المعجم، يعني بين قرية وبلدة ومدينة وبلاد وبحار وجزر وبحيرات وقبائل وغيرها. العراق أخذ 1631 قرية وبلدة. سوريا بحد يعني مو الأردن 881 بلدة ومدينة. الجزيرة العربية أو شمال الجزيرة العربية 32 قرية وبلدة اللي هي منها يثرب وفدك وتيماء وغيرها. الأردن كان نصيبها 48 بلدة وردت في هذا المعجم أو وردها الآشوريون في حملاتهم، لأن كلها كانت عواصم مقاطعات آشورية بالألف الأول قبل الميلاد. أكيد من كانوا يسجلوها كانت حتى يعني الموارد الاقتصادية للمملكة الآشورية لازم تكون من غابات لبنان، من حديد بلاد الأناضول، من المعادن وغيرها. فلسطين كان نصيبها 171 قرية وبلدة وجبال ونهر. مصر كان نصيبها 73 مدينة في دلتا النيل، تلك التي سيطر عليها الملكين الآشوريين أسرحدون وابنه آشور بانيبال. حتى تونس لم تغب عن الآشوريين، فقد ذكرت بصيغة قارتي خداستي أو قرطاجنة، أيضا وردت مرة واحدة. لبنان 186 قرية ومدينة وجبال، أكيد هي الجبال. الكويت قد تستغربون أن الكويت أيضا
وردت في النصوص المسمارية لابيرية بصيغة لابيرية، و7 مرات الكويت وردت، يعني جزر تابعة للكويت مثل فيلكة وغيرها. أكيد البحرين 13 مرة بصيغة دلمون، وأكو جزر أخرى وإمارات. هذه التجارة أيضا أكيد. الإمارات العربية المتحدة أيضا 2 أبراك، تل أبرق ويقع في بين الشارقة والقيوين في الإمارات المتحدة، وكذلك قرية أخرى ميلوخة حاليا يسموها مليحة، يتغير طبعا أكيد الاسم. سلطنة عمان وردت 4 مرات في هذا المعجم أو في النصوص المسمارية الآشورية. تركيا 997 بلدة، إذا نطرح منها ملهكاري تقريبا بحدود من 997، يعني خلينا نقول 1500 تقريبا من جنوب شرق تركيا. إيران كان نصيبه 1754 مدينة وبلدة وقرية. جورجيا 9 وردت في النصوص الأورارتية، نسميها الأورارتية. أرمينيا 14 موضع. حتى جزيرة قبرص عندما عبرها الملك الآشوري آشور بانيبال من بانياس ومن جزر سوريا أيضا، ذكرت فيها 19 مدينة في داخل جزيرة قبرص. حتى جزيرة كريت أيضا ذكرت 2، كبتارو. طبعا قبرص عدنانة تعرف بس النصوص الآشورية. يعني المجموع 6000 موضع وردت في النصوص المسمارية. يعني أنا فخور بهذا العمل، يعني على مدى 20 سنة ما كنت يعني أستعجل، وكل مرة كل ما أكتب بحث الأنبار في ضوء النصوص المسمارية تطلع لي مثلا 80 قرية إلى اليوم. يعني فلوجة بلوجة نفس الاسم، عانة هيت إيتو، يعني نفس الأسماء نفس القرى وغيرها. عندما كتبت عن إقليم خبخو اللي هو زاخو والسند 80 قرية إلى اليوم يعني سكانها من أتباع كنيسة المشرق، نفس الصيغة التي وردت في النص المسماري إلى اليوم تحمل نفسها. كركوك وواسط، عندي كتاب سبقا طبعه دار المشرق اللي هو واسط في ضوء المصادر المسمارية، 200 قرية حققت منها 100، يعني توصلت إلى 100 منها. ويعني لا يخلو بحث لي من يعني مواقع جغرافية. أربيل في ضوء المصادر المسمارية 120 قرى محيط أربيل، وعقرة كذلك يمكن حدود أيضا 75 قرية في عقرة، في نهلة، يعني محيط هاي كلها المناطق أيضا وصلت إلى حقيقتها من خلال المصادر السريانية والعبرية والعربية، بالإضافة للنصوص المسمارية، بالإضافة إلى زياراتي الميدانية. أكتفي بهذا القدر، وشكرا جزيلا لكم. مخبن غزالا أخنا وأختن لداها كرش طرعنا ديكاتوين الدكتور عامر الجميلي وما يوخوي شاتدي من لخب وضاخو تامت خلقتا قائد يوم قبل نخبن وش بشنا.